السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة تانية عاملين ايه؟ صلوا على النبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع تالت فيديو لينا في مادة الجراحة العامة، وموضوعنا النهاردة عن الحروق. هناخد بالنسبة في الحروق عن الأسباب اللي ممكن تسبب لي حرق ودرجات الحروق. تمام، معانا 6 درجات، ومعانا الأعراض العامة الجنرال، وبعد كده العلاج بتاعها يا ترى يبقى ايه؟ تمام، وبعد كده العلاج الخاص بالحاجات البسيطة والحاجات الكبيرة. موضوع درس بسيط ولذيذ، ونبدأ. صلى على النبي ونبدأ بسم الله. أول حاجة بيقول لي الأسباب بتاعتها. احنا معانا ممكن يكون في عوامل فيزيائية أو عوامل كيميائية. فيزيائية يعني زي ايه؟ قال لي زي الحرارة، like heat, dry أو steam، يا إما جافة يا إما في بخار. تمام، يبقى الحرارة اللي هي حرارة عادية أو بخار مية وهكذا. طيب الإشعاع برضو radiation، وعندنا الإلكتريسيتي الكهرباء، دي كلها ممكن تسبب حروق. طب العوامل الكيميائية قال لي زي الأحماض والكوستيك سبستانسز والمواد الكاوية. تمام جدا. ديت يعني أشهر من النار على العالم. يعني موضوع زي مية النار اللي هي تبقى عبارة عن حمض الناس بينظفوا بيها وهكذا. طيب يبقى الأحماض والمواد الكاوية. ده بدرجات الحروق. قال لي معاك 6 درجات حروق: الدرجة الأولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والسادسة. طيب كل درجة فيهم بتتكلم أو بتوصف عن إيه؟ قال لي أول حاجة الدرجة الأولى بيبقى مجرد احمرار كده، اسمه إريثيما، احمرار. الدرجة التانية بيبقى فيها إن إحنا بنقولها في بعض المناطق في مصر البقابيش بتبقبش، اللي هي فقاقيع. تمام. تالت درجة يبتدي الجلد يتحرق بس مش كله. الدرجة الرابعة يبتدي الجلد كله يتحرق، وبعد كده توصل الدرجة الخامسة العضلات، وبعد كده الدرجة السادسة العظام ذات نفسها. فنصلي على النبي كده. أول حاجة بيبقى redness of the skin، اسمها erythema، يبقى احمرار للجلد erythema. طيب second degree الدرجة التانية بيبقى serous blisters، فقاعات فيها سيروس، يعني فيها اللي احنا بنقول عليها فيها مية. تمام، دي بقت ايه؟ ترشيح بيحصل علشان يرطب الجرح، تمام، ويغذيه لحد ما الجلد يلتئم تاني. يبقى اسمها ايه ديت؟ اسمها فيزيكلز، حويصلات. الفقاقيع دي اسمها ايه؟ فيزيكلز. يبقى سيروس بليسترز، فقاعات فيها سيروس سائل، وهنا اسمه ايه؟ اسمها على بعضها فيزيكلز. طيب الدرجة التالتة بيبقى عبارة عن الجلد بيتحرق ولكن while preserving the sense receptors. يبقى في السنس ريسبتورز، يعني ايه؟ مستقبلات الحواس الحسية مازال بيحس بجلده. تمام. ليه؟ قال لي لان لما الدرجة الرابعة لما الجلد كله يتحرق مش هيحس بيه. انت هتبقى شايفه متألم جدا بس هو ولا حاسس بجلده. ليه؟ لان العصب اللي فيه ماتت، خلاص اتحرقت. فهنا preserving the sense receptors يعني مع الحفاظ على المستقبلات الحسية، فهو بيتألم جدا. وكذلك الغدد العرقية and the patient feels acute pain، ألم فظيع. تمام جدا. طيب الفورث degree قال لي complete burning of the skin، يعني حرق تام. طيب هل هنا هيكمل هيبقى فيه بين؟ لا، مفيش بين. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى ليه في إعجاز علمي في هذه الآية. ليه؟ كل ما الجلد يتحرق كله ربنا سبحانه وتعالى يبدله بإيه؟ بجلد تاني علشان ليذوقوا العذاب. يبقى هنا في مستقبلات الحسية موجودة في الجلد، يبقى الجلد لما بيتحرق ما بيحسش. طيب الدرجة الخامسة حرق العضلات، burning of muscles، حرق الإيه؟ حرق العضلات. طيب الدرجة السادسة خلاص المريض ده يعني إيه؟ ربنا يتولاه، حرق العظام. قال لي ممكن بي مينور، ممكن يبقى صغير او ممكن يبقى سيفير. صغير وقت ايه؟ قال لي لو اصاب 15%. 15%. طب دي الجمله دي منفصله يا شباب عن الدرجه السادسه والاولى والثانيه والحاجات دي، بيتكلم في العام عموما. لو اصاب 15% من الجلد اقل من كده يبقى مينور، صغير. طب لو سيفير شديد جدا قال لي affects more than 15%، 15%. تمام جدا. ايه اللي ممكن يحصل لواحد محروق؟ اول حاجة
لو في حرق فعلا حريقه، ففي غاز بيطلع اسمه CO، اول اكسيد الكربون. اول اكسيد الكربون ده لو واحد شمه، ده ممكن يحصل له اختناق اسمه ايه؟ respiratory suffocation. قال لي like fires. تمام، يبقى حالات الاختناق قال لي respiratory suffocation cases like fires، وده بيحصل اكتر فين؟ في اللي هي الحرايق، مش مجرد ايه حاجه كده والسلام. طيب يعني ما يحصلش مع الكهرباء؟ لا، ما يحصلش مع الحاجات اللي فيها كهرباء، ما يحصلش مع الحاجات دي كلها، لا، يحصل مع الحرايق فقط. طيب عندنا الشوك، والشوك دي عباره عن ايه؟ عباره عن انخفاض حاد في الضغط الدموي، ضغط الدم، فيؤدي ان التغذيه ما بتروحش كويس للمخ فيغمى عليه، وده رد فعل كويس ليه؟ لان الدم بيطلع كده صح، فصعب ضد الجاذبيه. اما لما ينام، لما الجسم يروح جاي الضغط واطي، لما يوطى فيوصل للدماغ، فيوصل للدماغ افضل. تاخد بالك؟ تمام جدا. فهنا زي ايه بتحصل؟ وقت ايه بتحصل؟ لما واحد بيتعرض لألم شديد جدا، او صدمة عصبية شديدة جدا، او لو واحد نزيف جامد فيغمى عليه، او لو واحد حصل له من رد فعل نتيجة عدوى شديدة برضه فضغط الدم انخفض فبرضه يغمى عليه. قال لي يبقى الشوك الصدمة ديت نيوروجينيك، ممكن تبقى عصبية من ألم شديد severity of pain، بتحصل في الدرجة الثالثة. بعد الدرجة الثالثة خلاص ما بقاش بيحس. تمام جدا. والهيموراجيك، يعني مش معنى ان بعد الدرجة الثالثة مش هيحصل له اعراض، لا، ده مصيبة. ليه؟ لان فقد حاجات تانية، فقد سوائل تانية، فقد حاجات تانية، فهي هيموراجيك. فروم ديفيشنسي ايه؟ يبقى نزيف نتيجة نقص، او ان هو فقد فلويدز سوائل وبلازما وكمان الدم، يبقى فقد السوائل والبلازما والدم. السبتك شوك نتيجة اللي حصلت او من التلوث او البكتيريا لما في اليوم الثالث occurring on the third day بسبب تلوث الحرق burn contamination. ومعانا الثالثة renal failure in severe cases، ليه؟ نتيجة نقص السوائل في الجسم ونقص ضغط الدم انه قل بطريقة شديدة جدا. طيب علاج الحروق، اول حاجة قال لو مينور. يعني ايه مينور؟ يعني اقل من 15%. تمام جدا. اول حاجة مش محتاج ان هو يروح المستشفى، doesn't require patient ايه hospitalization، مش بيتطلب ان هو يروح المستشفى ويتحجز فيها. تاني حاجة نغسل الجرح with saline solution، محلول ملحي. تمام جدا. ودرمازين كريم، الدرمازين كريم ده ها هو صورته، باختلاف بقى انواع الشركات. بيبقى مضاد البكتيريا وعلاج الايه الحروق والقرح، عشان احافظ على الايه على الجرح من العدوى. طيب وعندنا covering the wound well، يبقى اغطي الجرح، وقبل ما اغطيه احط له كريم اغسله، ومش محتاج اروح المستشفى. طيب يا شباب، بالنسبه بقى لعلاج الحروق الشديده، اول حاجه الفيرست ايد. يعني الفيرست ايد يعني اسعافات اوليه. تاني حاجه لو راح بقى بعد ما يروح بقى للبيرن يونت، لوحده الحروق في المستشفى، اول حاجه الاسعافات الاوليه اغطي الجرح with sterile dressing، يبقى اغطيه بضمادات او حاجه الفها عليه تكون سترايل معقمه، مش ملوثه. ادمنستريتن اديله انستيك مخدر، وكذلك انالجيزك، وكذلك ايه مسكن، وكذلك اديله تيتانوس فاكسين، لان التيتانوس قلنا ان هي بكتيريا بتبقى موجوده في المناطق الملوثه والادوات الملوثه لاصابه الجرح. تمام جدا. وعندنا في البيرن يونت بقى في وحدة الحروق، قال لي اول حاجة هتديله مخدر باستمرار، والغرفة بتاعته اللي هو موجود فيها هتبقى دافية شوية، وكذلك اتأكد ان التنفس بتاعه سليم ما حصلوش سافوكيشن، اللي قلنا الاختناق من شوية. طيب وكذلك اديله مضادات حيوية. لحد هنا مسكن قصدي مخدر انستيك، وعندنا وورم ذا روم ادفي الغرفه، وكذلك التنفس بتاعه واديله مضادات حيويه. وقال لي اديله سوائل، هو مش فقط سوائل، اديله سوائل. فيعني ايه؟ اديله انترافينوس فلويدز according to the doctor's orders، على حسب الدكتور اللي هيقوله، بالاضافه الى البلازما والبلد، عشان لو هو فقد درجات اللي هي السيفير. طيب وعندنا ميكن فلويد تشارت، اعمل مخطط للسوائل، واتاكد ان في يوريناري كاثيتر
القسطرة البولية، ونظف الجرح clean the wound و dressing it by the doctor in operations. وبكده يا شباب نكون خلصنا درس بسيط ولذيذ اتكلمنا فيه عن الحروق، اتكلمنا فيه عن الأسباب اللي بسبب حروق، اتكلمنا فيه عن درجات الحروق، اتكلمنا فيه عن العلاج. تمام، العلاج المينور وعندنا الميجور، وقال لي برضو قبل العلاج في general symptoms أعراض عامة غير الألم بقى والحاجات دي كلها. قال لي ده بيبقى فيه شوك تحصل نتيجة الألم، ده بيبقى فيه اختناق، ده بيبقى فيه فشل كلوي. تمام، ده كله في هذا الدرس النهارده استفدناه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنشر القناة علشان ده بيدعمنا كتير جدا. فلو انت استفدت فعلا ما تنساش ترد الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تسأل على عرض الكورس نيرسونا، فالعرض دلوقتي متاح وما زال موجود. لو مش تقدر تدفع تواصل معانا نعمل لك خصم كبير وتدفع اللي تقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.